بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبأفضل حال ان شاء الله. اليوم وصفة اليوم هي عبارة عن سمك. سمك بدون زيت. نديرو في الفرن، نحضرو في الفرن، نقصو شوية الزيت. صحي هذا السمك ومدوزن بتتبيلة بنينة. تبعوا معايا الوصفة ان شاء الله، دوك نشوفوا طريقة التحضير. اول حاجه نديروا الدرسه ولا نديروا التتبيله اللي راح نديروها للسمك والبطاطا. طيبنا البطاطا وسمك في الفرن. اول حاجه نجيبوا فصوص ثوم. انا هنايا درت 5 فصوص ولا 6. انا نحب الثوم، نحب نكثر الثوم. اذا تحبوا نقصوا ديروا 2 حبات. عندي هنا الملح، عندي هنا فلفل اسود، كركم، عندي هنايا كمون، هذا فلفل حلو حلو مرحي عكري كما يقولوا. ملعقه كبيره طماطم مصبره، عندي معدنوس، كزبره ولا دبشه. هنا ملعقه واحده تاع زيت ضفتها ولا ملعقتين، ما تزيدوش فوق. نقصوا شويه زيت على بالي السمك يكون بنين كي نقلوه، بصح معليش مره نديروا هذا السمك اللي في الفرن يطيب في الفرن باش يجي صحي وما يكونش فيه الزيت بزاف. عندي هنا قارص، نصف قارصة ولا قارصة كاملة، ليمونة عصروها كاملة، وضفت قليل من الماء، ضفت نصف كاس ماء هكذاك. اذا عندكم زعيترة ولا شبث ضيفوه هنايا. هذه هي الدرسة نتاعنا. واذا تحبوا الحار ايضا ضيفوا الحار، هريسة ولا فلفل حار. هاو السمك تاعنا، عندي هذا السردين نظفتوه، غسلته، نحيت له الاشواك نتاعو والعمود الفقري نتاعو، وندخلو كامل هذيك التتبيله فيه ونخلوه يريح على الاقل نصف ساعه. البطاطا ايضا، هذه بطاطا قطعتها شرائح، طيبتها شويه ماء وملح. ما طيبوهاش، طيبناها بصح ماشي طايبه بزاف، ناقصه شويه طياب. راح نحمروها في الفرن ونديروا لها نفس التتبيله، نخلوها ثاني تريح نصف ساعه باش تتشرب هذيك التتبيله. من بعد نجيبو هنايا بلاطو. انا هنايا فرشت عليه ورق الزبده وتست في كامل هذاك السمك نتاعنا، تست فيه، والبطاطا ايضا تست فيها. بعد ما وزعت كامل على البلاطو هذا يبقى لي شويه من هذيك التتبيله. عندي بصل هنايا، قطعت بصله واحده ولا 2 ايضا نضيف لها هذيك التتبيله ونوزعها كامل. هذا البصل يزيد بنه على بنه. عندي هنايا ورق رند، وعندي هنا زيتون اخضر قطعته وضفته. طبعا هذه اختيارات، اللي عنده يضيف، اللي ما عندوش ما يضيفش، نورمال. وعندي ليمون، شرائح ليمون. وعندي هنا في الاخير ضفت ايضا معدنوس وكزبره ولا دبش. هذيك اللاصوص اللي قاعده زدت لها شويه ماء واضفتها ايضا. هنايا غطيت بورق زبده ودرت ورق المنيوم. دوك هنايا شعلت الفرن من فوق ومن تحت. ما تطولوش لانه السمك في ساعه يطيب. انا درته 5 دقائق وطليت، لقيته قريب يطيب. نحيت الاوراق هذو الالمنيوم والورق الزبده وزدت حمرته من فوق، شعلته من فوق، حمرته شويه. عندي هنا راح ندير السلطه مرافقه لهذا السمك، سلطه الملفوف ولا الكروم. عندي هنايا نديروا التتبيله نتاعها. نديروا عندي 2 سنة ثوم، عندي هنا خيار مقطع، طماطم هذه ما قطعتهاش، هذه سكرفجتها باش تطلق البنه. وعندي هنايا الليمون طبعا مادام درنا السمك نستعملوا الليمون احسن شيء. ملح وشويه فلفل اسود وزيت زيتون. وعندي زيتون هنا اسود اضفته، واضفت 3 ملاعق كبار زيت زيتون.
تخلطي كامل، وبعد ما قطعتي هذاك الملفوف رقيق وغسلتيه اضفته للتتبيله هذه وخلطته. هذه السلطه نحبوها بزاف، انا ولادي يحبوها ودائما اعتمدتها بزاف، دائما نحضرها. هنايا بعد ما طاب وحمرته مليح، قلت لك نحيت الورق وحمرته من فوق مليح. شوفوا البطاطا جات روعه، جات مقرمشه، والسمك طاب جا روعه. عندي هنايا شويه ارز طيبته، اضفت شويه كركم باش يجي اللون الاصفر. انا نحب الكركم، نحب اللون الاصفر في الارز. هاي انا دوكا نديرو الطبق نتاعنا. حطيت هذيك البطاطا والسمك ثاني جا روعه. السمك هذا جا بنين وما جاش فيه الزيت ياسر، وجا مشرب هذيك التتبيله، شربها جا روعه، البنه روعه. وهذه خدمت هذه الصلصه عباره عن ثوم، درت شويه ثوم غليته شويه زيت، ضفت له طماطم حب كرفجتها واحد 3 حبات، وشويه طماطم مصبره وغليت مع بعضهم، وضفت لهم علبه تاع طون. هاد الصلصه مع شويه معدنوس شويه دبشه جاي تهبل هذه الصلصه هذه. وعندي السلطه تاعنا، وها هو الطبق نتاعنا. ان شاء الله يعجبكم، والى فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.